لو قلتلك إنك مش محتاجة تصحي الساعة 4 الصبح ولا تشتغلي طول اليوم ولا تبدأي مشروع بمبلغ كبير عشان تحسني حياتك المادية، وإن في عادات صغيرة جدا ممكن تعمليها في دقايق لكن تأثيرها بيتراكم مع الوقت بشكل أكبر بكتير مما تتخيلي. إحنا أحيانا بنتعامل مع الفلوس بطريقة غريبة، يا إما نقرر إننا لازم نغير حياتنا بالكامل، يا إما نحس إن مفيش حاجة نقدر نعملها أصلا، لكن الحقيقة غالبا في النص. مش محتاجة تعملي انقلاب في حياتك، محتاجة تغييرات صغيرة بس بتتكرر. والنهارده هقولك على عادات صغيرة جدا بعضها متعلق بالفلوس بشكل مباشر، وبعضها ممكن تستغربي أصلا إيه علاقته بالثروة، لكن لما تجمعيهم مع بعض هتكتشفي إن بناء وضع مالي أقوى مش مجرد موضوع دخل ومصاريف، هو كمان طريقة تفكير وطريقة تصرف وطريقة استخدامك لوقتك والناس اللي حواليكي والقرارات الصغيرة اللي بتاخديها كل يوم. ومش عايزاكي تسمعي العادات وتقولي حلو هبدأهم كلهم من بكرة، لا، دي أسرع طريقة إنك ما تبدأيش ولا واحدة فيهم. اختاري عادة واحدة بس، لأن الهدف مش إنك تبقي مثالية، الهدف إنك تبقي أحسن شوية وبشكل مستمر. أنا ريهام وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وإزاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. بصي على يومك العادي من أول ما بتصحي لحد ما بتنامي، كام ساعة منه بتقضيها في إنك تستهلكي؟ بتفتحي الموبايل، تشوفي فيديو، تقري بوست، تسمعي حد بيتكلم عن الفلوس، بعدها فيديو تاني، وبعدها تلاقي نفسك دخلتي في فيديوهات ملهاش علاقة بأي حاجة، وفجأة ساعة راحت. طيب خلال الساعة دي انت عملتي ايه لنفسك؟ مش عرفتي ايه جديد، لا، عملتي ايه؟ السؤال ده مهم جدا، لأن في فرق بين واحدة بتقضي وقتها كله في جمع المعلومات وواحدة بتحول جزء من المعلومات دي لحاجة ليها قيمة. لو بتتفرجي على فيديوهات عن إكسل، جربي تفتحي إكسل وتطبقي. لو بتسمعي عن الاستثمار، جربي تفهمي أداة واحدة بجد. لو عندك مهارة ممكن تشتغلي بيها، اعملي نموذج لشغلك. لو عندك فكرة مشروع، اكتبي أول صفحة فيه. مش لازم النتيجة تكون ممتازة، المهم يكون فيه شيء موجود بعد ما الوقت يخلص. ودي عادة ممكن تبان ملهاش علاقة بالثروة، لكنها مرتبطة جدا بزيادة قيمتك في سوق العمل، لأنك كل مرة بتنتجي حاجة انت بتضيفي لنفسك خبرة ومهارة وأحيانا مصدر دخل محتمل. لكن لما تفضلي تستهلكي بس، معرفتك ممكن تزيد جدا من غير ما قدرتك على الفعل تزيد بنفس الدرجة. وعشان كده جربي قاعدة بسيطة، كل يوم اعملي حاجة واحدة قبل ما تدخلي في استهلاك طويل. مش لازم ساعة، ربع ساعة كفاية. اكتبي، طبقي، اتعلمي، ابني، جربي، وبعدها براحتك اتفرجي على اللي انت عايزاه. لكن خدي بالك من حاجة تانية، لأن مش بس ايه اللي بتستهلكيه هو اللي بيفرق، مين اللي بتسمعيه، ودي أحيانا بتبقى أخطر. لأن في فرق بين إنك تقعدي مع حد بيقول مفيش حاجة بتنفع وبين حد بيقول طيب نحلها ازاي. الأول ممكن يخلي المشكلة هي نهاية الكلام، التاني بيخلي المشكلة بداية التفكير. وده مش معناه إنك تقطعي أي حد سلبي في حياتك، ولا إنك تعيشي وسط ناس بتتكلم عن النجاح طول اليوم، لكن لاحظي تأثير الناس والمحتوى عليكي. بعد القعدة دي بتخرجي عندك طاقة ولا حاسة إن مفيش فايدة من أي حاجة؟ بعد ما تتابعي الحساب ده بتتعلمي حاجة ولا بتقارني نفسك بالناس؟ بعد ما تسمعي الشخص ده بتفكري في حلول ولا بتقتنعي إن كل المحاولات ملهاش لازمة؟ لو بدأتي تلاحظي النمط ده هتكتشفي إن تغيير البيئة مش لازم يبدأ بقرار كبير، ممكن يبدأ بحاجة أبسط. اختاري مين بتسمعيه أكتر، كتاب، بودكاست، شخص في مجالك، مجتمع مهني، حتى لو قناة على اليوتيوب مفيدة. مش لازم يكون الشخص قدامك في الحياة الواقعية، المهم إن فيه أفكار جديدة بتدخل حياتك. وفي الآخر اعملي اختبار صغير النهاردة قبل ما تنامي، اسألي نفسك سؤالين: أنا النهاردة عملت إيه؟ وأنا النهاردة دخلت دماغي إيه؟ الإجابتين دول ممكن يقولولك عن يومك أكتر مما تتخيلي. لكن حتى لو بدأتي تعملي حاجات أكتر وتختاري بيئتك بشكل أحسن، هيفضل فيه مشكلة تانية في الأيام اللي هتتعبي فيها وتشكي في نفسك وتنسي أصلا إنك قدرتي قبل كده، وساعتها ممكن عادة صغيرة جدا تفرق. في أيام هتحسي فيها إنك مش بتتقدمي خالص، حتى لو الحقيقة غير كده. ممكن تكوني حققتي حاجات كتير قبل كده، لكن لما حاجة جديدة بتخوفك كل ده بيختفي من دماغك. عشان كده في عادة عجبتني جدا، اعملي لنفسك ملف واكتبي أدلة. كل مرة تعملي حاجة كانت صعبة عليكي سجليها: أول مرة اتكلمتي قدام ناس، أول مرة طلبتي حقك، أول مرة قدرتي توفري مبلغ، قرار مالي أخدتيه بعد تفكير، مشكلة في الشغل عرفتي تحليها، حاجة كنتي مأجلاها وخلصتيها،
حتى ولو موقف صغير بس انت عارفة انه كان صعب بالنسبة لك، اكتبيه. ليه؟ لان وقت الخوف دماغك مش دايما بتعرض لك الصورة كاملة، بتفتكر آخر غلطة، آخر رفض، آخر مرة معرفتيش تعملي حاجة. لكن الملف ده بيفكرك بحاجة تانية، إنك اتعاملتي مع حاجة صعبة قبل كده. وده مهم جدا لما تبدأي حاجة جديدة، لأن الثقة مش معناها إنك ما تخافيش. الثقة أحيانا معناها أنا خايفة بس عارفة إني قدرت أتعامل مع الخوف قبل كده، ودي حاجة مختلفة تماما. لكن فيها عادة تانية ممكن تساعدك في الاتجاه المعاكس، مش إنك تفتكري اللي قدرتي تعمليه، لكن إنك تلاحظي الحاجات الكويسة اللي موجودة أصلا. وده ياخدنا للامتنان. أنا عارفة إن كلمة امتنان ممكن تخليكي تقولي يا سلام هنبدأ كلام التنمية البشرية، بس استني، الموضوع أبسط من كده. قبل ما تنامي خدي دقيقتين واسألي نفسك إيه حاجة واحدة حصلت النهاردة وأنا ممتنة ليها، بحمد ربنا عليها وبشكره. مش لازم تكون حاجة ضخمة، ممكن تكوني إنك خلصتي شغلك بدري، أو إنك قعدتي مع حد بتحبيه، أو إنك قدرتي تعملي حاجة كنت مأجلاها، أو حتى إن النهاردة عدى من غير مشكلة كبيرة. الفكرة مش إنك تتجاهلي المشاكل. لو عندك مشكلة مالية حقيقية الامتنان مش هيحلها، ولو دخلك مش مكفي مش معنى إنك ممتنة إنك ما تحاوليش تزوديه، ولو عندك ديون مش معنى إنك تركزي على الحاجات الحلوة إنك هتسيبيها زي ما هي. لكن لما كل تركيزك يبقى على اللي ناقص ممكن ما تشوفيش أي حاجة كويسة بتحصل. وحتى ماليا ده مهم، لأنك لو شايفة نفسك طول الوقت أنا مش بعرف أحوش، أنا دايما بخربها، أنا مش بفهم في الفلوس، ممكن تتعاملي مع الكلام ده كأنه حقيقة ثابتة. لكن لو بدأتي تلاحظي التقدم حتى لو بسيط الصورة بتبقى أدق. يمكن الشهر اللي فات ما قدرتيش توفري حاجة، والشهر ده وفرتي مبلغ صغير، دي مش ثروة لكن معلومة جديدة عن قدرتك، وممكن تكون بداية تغيير. فجربي العادتين دول مع بعض، واحدة في لحظات الشك أنا أقدر وإيه الدليل، وواحدة في نهاية اليوم إيه حاجة واحدة كويسة حصلت النهاردة. الأولى بتفكرك بالماضي، والتانية بتخليك تلاحظي الحاضر، والاتنين بيساعدوك تبصي لقدام بشكل أهدى. لكن لسه ما وصلناش للجزء اللي بيأثر على حسابك البنكي بشكل مباشر، لأن مهما كانت نيتك حلوة لو كل شهر مستنية تشوفي هيبقى كام عشان تحوشي فممكن تفضلي مستنية كتير. وعشان كده العادة الجاية مختلفة، مش محتاجة منك إرادة أقوى، محتاجة منك ترتيب مختلف للفلوس. لو كل شهر مستنية تشوفي هيبقى كام عشان تحوشيه ممكن تكتشفي إن الفلوس خلصت قبل الشهر نفسه ما يخلص. مش لازم يكون عشان بتصرفي كتير، لكن لأن الادخار اتحط في آخر الطابور. الفكرة الأبسط إنك تعكسي الترتيب، أول ما دخلك ينزل المبلغ اللي قررتي تحوشيه يروح لمكانه، وبعدين تبدأي تصرفي من الباقي. يعني بدل هصرف وبعدين أحوش اللي يتبقى تبقى أحوش وبعدين أصرف اللي يتبقى. والفرق بينهم مش مجرد ترتيب كلمات، لأن الفلوس اللي بتفضلي شايفاها في حسابك بتفضل متاحة لأي قرار لحظي. ممكن حاجة تعجبك، ممكن عرض، ممكن مناسبة، ممكن مصاريف ما كانتش في الحسبان وفجأة المبلغ اللي كان المفروض يتحوش اتصرف. لكن لو التحويل حصل تلقائيا من البداية انت مش محتاجة كل شهر تقنعي نفسك من جديد، النظام هو اللي بيفكرك. وطبعا ده مش معناه انك تحولي مبلغ كبير مهما كانت ظروفك، المبلغ لازم يكون واقعي، لان لو حوشتي اكتر من قدرتك هتضطري تسحبي الفلوس تاني وساعتها النظام مش هيخدمك. المطلوب حاجة تقدري تستمري عليها. لكن في سؤال مهم، هنحوش لإيه؟ لان انا عايزة احوش دي مش هدف واضح، عايزة احوش قد ايه ولحد امتى وعشان ايه. خدي مثلا واحدة بتقول انا عايزة اجيب شقة، دي رغبة. لكن لو قالت أنا عايزة أجمع 300,000 جنيه للمقدم خلال 3 سنين، هنا بدأ يبقى عندنا هدف، رقم وميعاد وسبب. وتقدري بعدها تقسمي الرقم 300,000 على 36 شهر، يعني محتاجة متوسط حوالي 8333 جنيه شهريا. لو الرقم ده أكبر من قدرتك ممتاز، دلوقتي عرفتي المشكلة بدقة. فبدل ما تقولي أنا مش بعرف أحوش ممكن تسألي هل هحتاج وقت أطول؟ هل هحتاج أقلل جزء من المصاريف؟ هل هحتاج مصدر دخل إضافي؟ هل هحتاج أغير الهدف؟ دلوقتي بقى عندك اختيارات، وده أهم من إنك تفضلي حاسة إن الموضوع مستحيل. وبرضو الهدف مش لازم يكون شقة، ممكن صندوق طوارئ، ممكن سداد دين، ممكن تعليم، ممكن تجهيزات الجواز، ممكن مبلغ يساعدك تاخدي قرار مهني من غير خوف. المهم إنك تعرفي فلوسك دي بتتحوش عشان إيه، لأن لما يبقى عندك سبب واضح هيبقى أسهل تقولي لأ لمصاريف مش ضرورية، مش لأنك بتحرمي نفسك لكن لأن في حاجة أهم مستنياكي. وعشان كده قبل ما تفتحي أي تطبيق استثمار أو تعملي أي خطة معقدة اكتبي هدف مالي واحد، رقم، ميعاد وسبب، وبعدها شوفي إيه المبلغ اللي تقدري تحطيه بانتظام. ولو مش مناسب عدلي الخطة مش الهدف، لأن الهدف الواضح بيديكي طريقة تعرفي بيها أنا فين ورايحة فين وهل أنا فعلا بتقدم. لكن حتى لو حددتي هدف وأتمتي للادخار لسه في سؤال بيضايق ناس كتير، انت عارفة أصلا فلوسك بتروح فين؟
ممكن يكون عندك هدف مالي واضح، وممكن تكوني حتى بدأتي تحوشي بانتظام، لكن لو سألتك دلوقتي الشهر اللي فات صرفتي فلوسك على ايه، هل تقدري تجاوبي؟ مش تقريبا، بالأرقام. لأن في فرق بين إنك تكوني عارفة دخلك وإنك تكوني عارفة حركة فلوسك. وأحيانا المصاريف الكبيرة مش بتكون هي المشكلة في الحاجات الصغيرة اللي بتتكرر: طلب أكل، مشوار، اشتراك، مشتريات أونلاين، قهوة، حاجة رخيصة كل مرة لكن اتكررت 20 مرة. عشان كده مرة كل شهر اعملي مراجعة لمصاريفك، مش بهدف إنك تمنعي نفسك من كل حاجة، لكن عشان تشوفي الصورة. ممكن تقسمي المصاريف ل3 خانات بسيطة: أساسي، ترفيهي، مستقبل. الأساسي هو الأكل، الفواتير، المواصلات، الإيجار، الأقساط، وكل التزاماتك الضرورية. الترفيه هو الخروجات، مطاعم، هدية، لبس، حاجات بتحبيها. والمستقبل هو ادخار، استثمار، تعليم، تطوير مهارة، أي حاجة بتخدم حياتك بعدين. والهدف مش إن خانة الترفيه تبقى 0، دي نقطة مهمة، انتي مش آلة ومن حقك تستمتعي بفلوسك. لكن لما تبصي على الشهر كله هتعرفي هل التوزيع ده فعلا شبه أولوياتك ولا في حاجة واخدة أكبر من حجمها. وممكن المراجعة تطلع لك نتيجة مش متوقعة، ممكن تكتشفي إنك مش بتصرفي بإسراف أصلا، وإن دخلك ببساطة مش متناسب مع التزاماتك. ودي معلومة مهمة جدا، لأنك بدل ما تفضلي تلومي نفسك هتعرفي إن الحل محتاج يكون في ناحية الدخل كمان. وده سبب تاني يخلي مراجعة المصاريف مهمة. هي مش بس بتقولك قللي، هي ممكن تقولك المشكلة فين أصلا. وبعد ما تعرفي وضعك يبدأ سؤال تاني: طيب أعمل إيه بالمعلومة دي؟ وهنا تيجي عادة بسيطة جدا: خصصي وقت كل أسبوع تتعلمي فيه حاجة واحدة عن الفلوس. مش لازم ساعة كاملة، ومش لازم تدخلي في كورس ضخم. ممكن كل أسبوع تختاري موضوع واحد، يعني مثلا يعني إيه التضخم؟ إيه الفرق بين الادخار والاستثمار؟ إزاي أحسب عائد استثمار؟ إيه معنى المخاطرة؟ إزاي أقارن ما بين بديلين؟ إزاي أتفاوض على مرتبي؟ مش مطلوب منك تبقى خبيرة في كل حاجة، المطلوب إن كل فترة تبقي عارفة أكتر شوية من الفترة اللي قبلها. والأهم، خلي التعلم مرتبط بقرار حقيقي في حياتك. لو عندك قرض اتعلمي عن تكلفته، لو عندك مبلغ وعايزة تستثمريه افهمي الاختيارات الموجودة قدامك، لو دخلك ثابت اتعلمي مهارة ممكن ترفع قيمتك في شغلك. لأن المعلومة المالية مش قيمتها في إنك تعرفي المصطلح، قيمتها في القرار اللي هتقدري تاخديه بعدها. لكن خلي بالك من حاجة، خصوصا في الاستثمار: ما تاخديش قرار لمجرد إنك سمعتي شخص بيتكلم بثقة. التعلم شيء وتنفيذ قرار مالي شيء تاني. افهمي، قارني، واسألي، وبعدين قرري. فلو خصصتي حتى نص ساعة في الأسبوع، وفي كل أسبوع فهمتي حاجة واحدة جديدة، بعد سنة هتكون عندك قاعدة معرفية أكبر بكتير. وممكن وقتها تكتشفي إنك مش محتاجة حد يقولك اعملي كذا، لأنك بقيتي تعرفي تسألي السؤال الصح الأول. وده ياخدنا لمشكلة مختلفة تماما: أحيانا بنكون عارفين الصح وعارفين هدفنا، لكن رأي الناس حوالينا بيخلينا نتردد، وده ممكن يخلينا ناخد قرارات مالية أصلا مش شبهنا. ممكن قرار مالي كامل يتاخد عشان شخص تاني ما يزعلش منك، أو عشان ما تبانيش مختلفة، أو عشان محدش يقول هي بتعمل إيه. وده بيحصل أكتر مما إحنا متخيلين. واحدة عايزة تغير شغلها فتخاف من رأي أهلها، واحدة عايزة تبدأ شغل جانبي فتخاف إن أصحابها يشوفوه مخاطرة، واحدة عايزة تعيش بمصاريف أقل فتحس إنها لازم تواكب اللي حواليها. وفي نفس الوقت ممكن واحدة تشتري حاجة مش محتاجاها أصلا بس عشان ما تحسش إنها أقل من غيرها. وهنا في سؤال يستاهل يتسأل قبل أي قرار: أنا عايزة ده فعلا ولا عايزة شكله قدام الناس؟ لأن الاتنين مش نفس الحاجة. ممكن تكوني عايزة عربية معينة فعلا، تمام، لكن ممكن كمان تكوني عايزاها عشان الناس تشوفك ناجحة. وممكن تكوني عايزة فرح كبير لأن ده حلمك، وممكن تكوني عايزاه لأن كل اللي حواليكي عملوا كده. الفرق مش في الحاجة نفسها، الفرق في الدافع اللي وراها. وعشان تعرفي رأي مين يستحق تسمعيه، اسألي نفسك: هل الشخص ده فاهم وضعي؟ هل عنده خبرة في الموضوع؟ هل هو فعلا عايز مصلحتي؟ وهل هو أصلا هيتحمل نتيجة القرار لو طلع غلط؟ لو الإجابة لأ، يبقى رأيه مجرد رأي، مش لازم يبقى قرار. لكن في فخ تاني بيحصل بسبب نفس الرغبة في إرضاء الناس، إننا نقول كتير جدا: هاجي، هساعد، هخلص، هاخد الشغل ده، هروح المناسبة دي، هعمل الحاجة دي. وبعدين نبص على الأسبوع فنكتشف إن مفيش وقت لأي حاجة تخصنا إحنا. ودي مشكلة أكبر من مجرد تنظيم وقت، لأن وقتك مورد محدود، ولو كل مرة بتدي جزء منه لحاجة مش مهمة بالنسبة لك فأنت بتدفعي تكلفة، يمكن مش بالجنيه لكن بالفرصة اللي راحت. تخيلي إن عندك ساعتين في الأسبوع كان ممكن تتعلمي فيهم مهارة تزود دخلك، لكن كل أسبوع بيروحوا في حاجة وافقتي عليها من غير ما تكون مهمة فعلا. بعد شهر مش هتحسي بفرق، بعد سنة ممكن تكتشفي إنك كنتي قادرة تبدأي حاجة كاملة لكن ما كانش عندك وقت. عشان كده قبل ما تقولي لأي طلب جديد، جربي تاخدي ثانية واحدة واسألي: هل ده مهم بالنسبة لي؟ ولو مهم، إيه الحاجة اللي هتنازل عنها عشانه؟
لأننا أحيانا بنتعامل مع الوقت كأنه مجاني، لكن هو أغلى مورد عندنا. والأهم إنك مش مطالبة تقولي لأ لكل الناس ولا تتحولي لشخص أناني. الفكرة بس إن كلمة تبقى اختيار مش رد تلقائي. وممكن الرد يبقى بسيط جدا: مش هقدر المرة دي، من غير شرح طويل ومن غير إحساس بالذنب. لأن لما تعرفي انت عايزة إيه هيبقى أسهل تعرفي إيه اللي انت مش عايزاه. وده ياخدنا لنقطة مهمة جدا في بناء وضع مالي أقوى. انت نفسك أصل من أصولك، والاستثمار في الأصل ده ممكن يكون أهم من الاستثمار اللي بيجي في بالك أول ما تسمعي كلمة استثمار. لما واحدة بتسمع كلمة استثمار غالباً بتفكر في الأسهم أو الذهب أو العقارات، لكن فيه استثمار ممكن يكون أهم من كل دول في مرحلة معينة من حياتك: الاستثمار في نفسك. لأن لو زادت قيمة مهارتك ممكن تزيد قدرتك على المكسب، ولو اتعلمتي مهارة جديدة ممكن تفتحي لنفسك فرصة شغل ما كانتش موجودة قبل كده، ولو بقيتي أحسن في التفاوض ممكن تتفاوضي على مرتب أفضل، ولو طورتي نفسك في مجال شغلك ممكن فرص الترقي تزيد. وده مختلف عن استثمار الفلوس، لأن الأصل هنا هو قدرتك انتي. بس خلي بالك من حاجة مهمة: الاستثمار في النفس مش معناه تشتري كورس كل أسبوع، ولا تجمعي شهادات وتبروزيها، ولا تدفعي فلوس في أي حاجة مكتوب عليها طوري نفسك. اسألي سؤال أبسط: الحاجة دي هتغير إيه عندي؟ هل هتزود مهارتي؟ هل هتزود فرصي؟ هل هتخليني أعمل حاجة ما كنتش بعرف أعملها؟ هل ممكن تساعدني أكسب أكتر؟ لو الإجابة لأ، ممكن تكوني بتشتري إحساس بالتقدم مش تقدم حقيقي. وعشان كده لو دخلك دلوقتي محدود ما تركزيش طول الوقت على إزاي أقلل مصاريفي. في حد معين مش هتقدري تقللي بعده، لكن قدرتك على المكسب ممكن تفضل تكبر. وده ياخدنا لفكرة تانية مهمة: ما تخليش مصدر دخلك الوحيد يبقى نقطة ضعفك. لو مرتبك هو مصدر دخلك الوحيد أي تغيير في الشغل ممكن يأثر على كل خططك. وده مش معناه إن كل واحدة لازم يبقى عندها 5 مصادر دخل، بالعكس، فكرة إنك تعملي 5 حاجات في نفس الوقت ممكن تشتتك أكتر ما تفيدك. اختاري حاجة واحدة: مهارة عندك، خبرة، هواية، خدمة تقدري تقدميها، وشوفي هل في حد ممكن يدفع مقابلها. ممكن تكون كتابة، تصميم، تدريس، ترجمة، برمجة، تصوير، استشارات في مجال خبرتك، أو أي مهارة تانية عندك. ابدأي باختبار صغير، مش لازم تسيبي شغلك ومش لازم تعملي شركة. المطلوب الأول إنك تعرفي هل في فعلا قيمة ممكن تتحول لدخل. ولو نجح المصدر الإضافي وبقى مستقر نسبيا ساعتها ممكن تفكري في خطوة تانية، لكن متوقعيش في فخ أنا لازم يبقى عندي passive income من 5 مصادر، لأن أحيانا مصدر دخل إضافي واحد شغال كويس أفضل بكتير من 5 أفكار مهجورة. وفي حاجة تانية بتسرق منك مورد مهم جدا من غير ما تحسي: مش الفلوس، الطاقة. قرارات صغيرة كتير كل يوم بتستهلك جزء من تركيزك: هلبس ايه، هعمل ايه، اشتري ايه، ابدأ منين، ارد على مين. ولو في حاجة بتتكرر كل يوم مش لازم كل مرة تعيدي التفكير فيها. اعملي لها نظام، حضري لبس الشغل مسبقا، اعملي قائمة مشتريات، ثبتي مواعيد لمهام معينة، استخدمي التحويلات التلقائية، اعملي تمبلتس للحاجات المتكررة. الفكرة مش انك تحولي حياتك لآلة، الفكرة انك ما تستهلكيش طاقتك في قرارات مش محتاجة قرار اصلا. خلي طاقتك للحاجات اللي فعلا تستحق التفكير. وبكده انت مش بس بتحاولي تزودي فلوسك، انت بتحاولي تزودي قدرتك على صنع الفرص. وده فرق كبير، لان الثروة مش بس فلوس موجودة في حسابك، هي كمان مهارات وعلاقات وقدرة على المكسب ووقت تقدري تستخدميه صح. وفي الجزء الجاي هنمسك واحدة من أقوى الحاجات اللي ممكن تفتح لك فرص فعلية: مين الناس اللي تعرفيهم وانتي بتقدمي لهم ايه. احيانا الفرصه اللي بتدوري عليها بتكون موجوده عند شخص انت اصلا ما تعرفيهوش، مش بمعنى انك محتاجه واسطه، لكن لان الفرص كتير منها بيتحرك من خلال العلاقات. واحده تعرف حد في شركه، حد سمع عن فرصه، حد محتاج خدمه، حد يعرف ان فيه مشروع بيدور على شخص عنده مهاره معينه. وعشان كده النتوركينج او بناء العلاقات مش معناه انك تجمعي اكبر عدد من الناس. الموضوع مش ارقام، الموضوع مين وليه. لو عايزه تدخلي مجال جديد فكري في الناس اللي شغالين فيه. لو عايزة تطوري شغلك شوفي مين عنده خبرة أكبر منك. لو عندك مشروع شوفي مين ممكن يكون عنده جمهور أو خبرة أو معرفة تساعدك، وبعدين اتواصلي. لكن في غلطة بتبوظ الموضوع من البداية: إن أول رسالة تكون ممكن تساعديني ألاقي شغل، أو ممكن تعرفيني على فلان، أو ممكن تديني فرصة، قبل حتى ما يكون في علاقة. الأفضل تبدأي بحاجة عندك انتي: سؤال محدد، تعليق مفيد، معلومة، مساعدة، مشاركة تجربة، أي حاجة بتقول أنا مش داخلة آخد وبس. وده مهم جدا، لأن العلاقات القوية مش مبنية على أنتي ممكن تعملي لي إيه،
لكن على إحنا ممكن نضيف لبعض إيه. وممكن العلاقة دي ما تجيبش أي نتيجة بكرة ولا بعد شهر، وده طبيعي. مش كل علاقة لازم تتحول فوراً لفرصة. أحياناً الشخص اللي قابلتيه النهاردة يفتكرك بعد سنتين لما تظهر فرصة مناسبة. وعشان كده ما تتعامليش مع الناس كأنهم مصادر فرص، انت بتبني علاقات. وفي حاجة تانية ممكن تخلي النتوركينج أسهل، إنك تبقي عارفة انت أصلاً بتدوري على إيه. لو قلتي عايزة أتعرف على ناس ناجحة ده واسع جدا، لكن لو قلتي عايزة أفهم أكتر إزاي الناس بتدخل مجال تحليل البيانات، دلوقتي تقدري تحددي هتسألي مين وإيه السؤال. لكن فيه مشكلة بتقابل ناس كتير بعد كل ده، بيبقوا عارفين هدفهم وعندهم فكرة وعندهم حتى المهارة، وبرضه ما بيبدأوش لأنهم مستنين اللحظة اللي يحسوا فيها إنهم جاهزين. في حاجات كتير ممكن تفضلي مستنية تبدأيها لحد ما تكتشفي إن الوقت عدى، لأنك مستنية إحساس معين، إحساس إنك جاهزة، إنك فاهمة كل حاجة، إنك واثقة من نفسك، إن الظروف مناسبة، إن مفيش احتمال للفشل. المشكلة الإحساس ده غالبا مش بيجي، لأن أي حاجة جديدة فيها جزء مجهول. فلو مستنية تعرفي كل حاجة قبل ما تبدأي، انت كده بتطلبي من نفسك تعرف المستقبل، وده مستحيل. خدي مثال بسيط، عايزة تبدأي شغل حر، مش لازم يكون عندك موقع كامل، اعملي أول نموذج لشغلك. عايزة تطلبي زيادة في المرتب، مش لازم تكوني متأكدة 100% إن الرد هيكون حضري أدلتك وخدي الميعاد. عايزة تبدأي مشروع، مش لازم تشتري كل الأدوات من البداية، اختبري الفكرة الأول، لأن أول خطوة مش لازم تكون مثالية، هي بس لازم تكون حقيقية. وفي فرق كبير بين التخطيط وبين إنك تستخدمي التخطيط كطريقة للتأجيل. ممكن تقولي لسه محتاجة أتعلم شوية، وبعد ما تتعلمي لسه محتاجة خبرة، وبعد ما تاخدي خبرة لسه السوق مش مناسب، وفجأة السنة خلصت. فجربي قاعدة بسيطة، لو عندك فكرة كويسة اعملي أصغر تجربة ممكنة، مش أكبر خطوة، أصغر تجربة. لو نجحت كبريها، لو فشلت اتعلمي، ولو اكتشفتي إن الفكرة مش مناسبة غيريها. وده مش معناه إنك تاخدي قرارات متهورة، خصوصا في الفلوس. مش معنى خدي أول خطوة إنك تستلفي مبلغ كبير وتبدأي مشروع من غير دراسة، ولا إنك تحطي مدخراتك كلها في استثمار مش فاهمة مخاطره. الخطوة الأولى الذكية ممكن تكون بحث، مقارنة، تجربة صغيرة، أو حتى تعلم مهارة. المهم إنك تتحركي من مكانك، لأن المعرفة من غير تطبيق بتفضل احتمال، لكن التجربة بتديكي معلومات جديدة عن الواقع. وفي حاجة تانية مرتبطة بالموضوع ده، ناس كتير بتخاف تبدأ لأنها خايفة تغلط، لكن الغلط مش دايما معناه خسارة. أحيانا الغلط بيكون هو أول مرة تعرفي فيها إيه اللي ما ينفعش، إيه اللي محتاج يتغير، وإيه اللي كان ناقصك. وطبعا في أخطاء بتكلف فلوس كتير، ودي لازم نتعلم نقللها، لكن مش كل قرار لازم يكون مضمون 100%، لأن مفيش حياة مالية فيها ضمان كامل. المهم إن المخاطرة تكون مفهومة ومناسبة لقدرتك. فلو في حاجة مأجلاها من فترة، اسألي نفسك إيه أصغر خطوة حقيقية أقدر أعملها من غير ما أحط نفسي تحت ضغط كبير، وبعدين اعمليها. مش لازم النهاردة تغيري حياتك، بس لازم يبقى فيه شيء اتحرك، لأن الفرصة المثالية غالبا مش هتخبط على بابك وتقولك أنا وصلت دلوقتي تقدري تبدأي. انت اللي بتبدأي وبعدها بتكتشفي الطريق. لكن فيه نوع من الخطوات مش محتاج شجاع بس، محتاج كلام صريح، خصوصا لما يكون الموضوع فلوس، ودي بالذات حاجة ناس كتير بتفضل تتجنبها. في موضوع ممكن يسبب مشاكل في الجواز أكتر من قلة الفلوس نفسها، إنكم ما تتكلموش عنها، لأن ممكن شخصين يكونوا متفقين في كل حاجة تقريبا، لكن مختلفين تماما في نظرتهم للفلوس. واحدة شايفة إن الأمان يعني تحويش، والتاني شايف إن الفلوس معمولة عشان تتصرف. واحدة عايزة تشتري بيت، والتاني شايف إن الاستثمار أهم. واحدة شايلة هم المستقبل طول الوقت، والتاني بيقول لما تيجي وقتها نبقى نشوف. المشكلة هنا مش إن حد فيهم لازم يكون هو الصح والتاني غلط، المشكلة إن مفيش حوار، والسكوت ما بيحلش الاختلاف، بيخليه يتراكم. وعشان كده لو انت مرتبطة أو مخطوبة أو متجوزة، فيها أسئلة لازم تبقى طبيعية بينكم، مش بتقبض كام وخلاص. لكن إيه أهم هدف مالي بالنسبة لك؟ انت شايف الأمان المالي شكله إيه؟ إحنا عايزين نوصل لإيه بعد 5 سنين؟ إيه الالتزامات اللي علينا؟ وإيه الحاجات اللي مستعدين نصرف عليها؟ وإيه اللي مش مستعدين نضحي عشانه؟ دي مش أسئلة تفتحي بيها تحقيق، دي أسئلة تساعدكم تفهموا بعض. لأن أحيانا الخلاف اللي بنفتكره خلاف على الفلوس بيكون في الحقيقة خلاف على القيم. واحدة مثلا بتصرف على أهلها باستمرار، مش لأنها مبذرة، لكن لأنها شايفة مساعدة أهلها مسؤولية أساسية. وشخص تاني ممكن يشوف نفس التصرف كأنه ضغط على ميزانية البيت. الاتنين عندهم منطق، لكن لو ما تكلموش عنه كل طرف هيبدأ يفسر تصرف التاني بطريقته، وده ممكن يعمل مشاكل أكبر بكتير من الرقم نفسه. والكلام عن الفلوس مش لازم يبدأ في لحظة خناقة،
بالعكس، أسوأ وقت تناقشي فيه فلوسكم غالبا هو الوقت اللي تكونوا فيه متخانقين بسببها أصلا. اختاري وقت هادي واتكلموا كفريق، احنا عايزين نوصل لإيه، مش انت بتصرف ليه. فرق كبير. وبرضو الكلام ده مش بس مع شريك الحياة، حتى مع أصحابك أو الناس القريبة منك، ممكن تتكلمي وتتعلمي من تجاربهم. مش لازم تسألي عن المرتب، ممكن تسألي انت بتتعاملي ازاي مع المصاريف الكبيرة، أو إيه أكتر حاجة فرقت معاكي في إدارة فلوسك، أو حتى أنا بحاول أظبط ميزانيتي، أنت بتعملي إيه عشان ما تصرفيش زيادة. حوار بسيط ممكن يفتح فكرة ما كنتيش واخدة بالك منها. لكن في حدود مهمة، مش كل شخص مناسب تاخدي منه نصيحة مالية، ومش كل تجربة تنفع تطبق عندك. اسمعي واسألي وخدي اللي يناسب ظروفك، لأن الهدف من الكلام عن الفلوس مش المقارنة، مش هي معاها كام وأنا معايا كام، ولا مين حياته أحسن. الهدف إننا نفهم إحنا عايزين إيه، ونفهم الطرف اللي معانا عايز إيه، ونفهم إيه اللي محتاج يتغير. وفيه سؤال بسيط ممكن تبدأي بيه النهاردة: إيه أهم حاجة نفسنا نستخدم فلوسنا عشان نحققها؟ مش لازم تحلوا كل مشاكل حياتكم في قعدة واحدة، المهم إن الحوار يبدأ. لأن أحيانا أول خطوة في تحسين الوضع المالي مش تحويل فلوس ولا شراء استثمار ولا تقليل مصاريف، أحيانا بتكون مجرد حوار صريح. ولو حابة تبدأي بسهولة، اختاري شخص واحد بتثقي فيه وافتحي معاه حوار بسيط عن هدف مالي، من غير مقارنة ومن غير أحكام، مجرد حوار. وفاضل عندنا عادة أخيرة، وهي يمكن أبسط عادة في الحلقة كلها، لكن تأثيرها بيبان لما تبصي على حياتك بعد فترة مش بعد يوم، وهي إنك تسألي نفسك كل فترة: أنا اتحسنت قد إيه؟ أكبر غلطة ممكن تعمليها بعد الحلقة دي إنك تحاولي تطبقي كل حاجة مرة واحدة، لأن الهدف من العادات دي مش إن حياتك تتغير بكرة، الهدف إنك كل فترة تكوني أحسن شوية. وده ياخدنا لآخر عادة، قاعدة 1%. فكرتها بسيطة: كل شهر حسني حاجة واحدة في وضعك المالي، مش لازم تغيير ضخم. ممكن تزودي المبلغ اللي بتحوشيه شوية، أو تقللي مصروفك اكتشفتي إنك مش محتاجاه، أو تسدي جزء إضافي من الدين، أو تتعلمي مهارة ممكن تزود دخلك، أو تراجعي طريقة استثمارك، أو حتى تبدأي تتابعي مصاريفك بانتظام. المهم إن في حاجة اتحسنت، والشهر اللي بعده تحسني حاجة تانية، لأن 1% مش رقم مبهر، وده بالظبط سر قوته. لو قلتي أنا لازم أغير وضعي المالي تماما، ممكن تحسي إن المهمة أكبر منك. لكن لو سألتي إيه الحاجة الصغيرة اللي أقدر أحسنها الشهر ده، السؤال أسهل، وممكن تلاقي نفسك بعد سنة مش في نفس المكان اللي بدأتي منه. والجميل إن التحسن مش لازم يكون في اتجاه واحد، ممكن شهر تشتغلي على المصاريف، وشهر على الادخار، وشهر على الدخل، وشهر على التعلم، وشهر على هدف مالي محدد، وشهر تراجعي قراراتك، وهكذا. انتي مش بتبني عادة واحدة، انتي بتبني نظام. وده في رأيي أهم درس في الحلقة كلها، لأن بناء وضع مالي قوي مش قرار واحد، مش شهادة، مش استثمار واحد، ومش مرتب معين، هو مجموعة قرارات صغيرة بتتكرر لفترة طويلة. فلو رجعنا للعادات اللي اتكلمنا عنهم، هنلاقي إن منها اللي بيخص فلوسك مباشرة، إزاي تحوشي، إزاي تحددي هدف، إزاي تراجعي مصاريفك، وإزاي تتعلمي عن الفلوس. لكن منها اللي كان عنك انتي، إزاي تستخدمي وقتك، تسمعي لمين، إزاي تتعاملي مع الخوف، إزاي تقولي لأ، إزاي تستثمري في نفسك، وإزاي تبني علاقات تفتح لك فرص. وده لأن علاقتك بالفلوس مش منفصلة عن حياتك، هي نتيجة لحاجات كتير بتعمليها كل يوم. وعشان كده مش عايزاك تقفلي الحلقة وتقولي لازم أبدأ العادات كلها، اختاري واحدة بس، واحدة. لو فلوسك بتضيع ومش عارفة فين، راجعي مصاريفك. لو مفيش ادخار، اعملي تحويل تلقائي. لو دخلك مش بيزيد، استثمري في مهارة. لو هدفك مش واضح، اكتبيه برقم وميعاد. لو بتخافي تبدأي، خدي أول خطوة صغيرة. ولو حاسة إنك متأخرة، ما تحاوليش تعوضي كل السنين مرة واحدة، ابدأي من المكان اللي انت فيه، لأن بعد سنة انت هتكوني في كل الأحوال أكبر بسنة. السؤال: هتكوني في نفس المكان ماليا، ولا هتكوني أحسن 1% كل شهر؟ لو الحلقة دي ضافت لك حاجة، شاركيها مع واحدة قريبة منك، وما تنسيش تعملي متابعة عشان ما تفكيش أي حلقة. وياريت تسيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه البودكاست عشان الحلقات توصل لناس أكتر. ولو عندك سؤال أو تجربة، ابعتيلي على فلوسالست@gmail.com، وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة. واستنيني الأسبوع الجاي، وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي، حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية، الجائي لمستشار مالي معتمد.